السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لكم فيديو جديد. إن شاء الله هذا الفيديو هيك محفز، وقصير كمان، مش كتير طويل. طبعا أول شيء إيش معني، أول شيء عملته أول ما فتحت عيناي وبعد ما أفطرنا، الثلاجة كنت لازم أرتبها لأنه أنا بغفل عنها أيام، ولما بفتحها بلاقيها في الألوان بتستفزني. ما بحب على فكرة أنظفها أنا، فيها السلال وفيها لسه خضرة. دايما بتخلص الخضرة من هون برتبها 100%، وبدخل الخضرة على نظيف مثل ما بحكوا. طبعا نظفتها وكان في عندي جرورين تحت. هدول الجرورين مش عارف كيف رح تفهموا علي. فيهن زوايا هيك مثل القزاز، لو شايفين هون في زاوية قزاز، هادي مسكرة على البلاستيكات، والبلاستيكات من جوا مسخين. حاولت بقدر الإمكان أفوت الفرشاية أو أفوت أو حتى أنقعهم، مثلا أحطهم في مي لحتى يروحوا. ما زبط بالمرة. حكيت خليهم ممكن يشوف لي حل جمال ينظف ليهم. رجعت الجوارير اللي كانوا عن جد متبهدلين، كانوا متبهدلين عن جد. ولادي طبعا بوظة إشي بحطه هناك. طبعا هون مسحت الثلاجة من برا، كمان ايديهم كانت مطبعة عليهم. دخلت على غرفتي، كان الغسيل محطوط على الكنب. هدول طبعا بلايز جمال، بتنتبهوا جمال دايما لبسه اسود. كل البلايز اللي عنده اسود، كل مرة بحكي له جدد هيك الوان، جيب الوان تانية. شفتوا الوان في البيت بتكون الي ولاولادي، هو دايما لابس اسود. طبعا الشغل اليوم ما في كتير عندي، شغل شوية بطيء. هيك رتبت بس شوية ترتيبات، اللي بده مسح مسحته. هالفازة كنت مورجيتكم إياها قبل هيك، كانت هيك لونها أحمر على أسود رايح لونها. أخذتها ورشيتها، طلع شكلها كتير 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 حلو. والمراية كانت في شكلها مأساوي. أخذتها نظفتها ورجعتها مكانها. وهيك أنا البيت عندي تحت الحمد لله كتير مرتب، وفوق كمان نفس الشي. رجعت هدول السلال فوق على المطبخ، وجبت لحمة وظرف البازيلا. هدول آخر شي كان ضلوا عندي في الثلاجة. طبعا في مفرزات، في اللهم صل على سيدنا محمد، الدوالي لسه موجودة عندي. لسه ضايل عندي دوالي على فكرة من السنة الماضية، مش راضيين يخلصوا. أصلا إحنا جبنا دوالي إلي ولا محمد. جبنا إلي وإلها، بس هي ما أخذتهم يعني. أولادها كان صعب عليهم ياخذوا على بلد تاني. لذلك ضلوا عندي، وضلت كمية كتير 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 كبيرة. طبعا حطيت اللحمة على النار وبلشت أنظف شوية الجلي، شوية لا مش شوية، ولا مرة بكون شوي. طبعا هدول بس تبعون الفطور، وشربنا قهوة أنا وصاحبتي. وكانت في عندي كمية معالق لا تأكلها النيران. مش عارفة ولادي إيش بيعملوا في المعالق. طبعا كنا جايبين علبة بوظة، وكل شوي بروحوا بجيبوا معلقة جديدة وبجيبوا العلبة، بجيبوا معلقة جديدة وبجيبوا العلبة. طلعت على المجلى كان كلياته معالق في معنى الكلمة. معالق، كله معالق في معنى الكلمة. لذلك رتبتهم. طبعا أنا أخذت لهم الصورة، رتبتهم كلهم وخليت تنتين ثلاثة في سلة المعالق، والباقي كلياته لميته. كان لازم شلتهم في رمضان، لأنه أنا أصلا طلتهم في أيام رمضان لما كان في يجي ضيوف وأستهلك أنا، يعني لما بدي أطبخ أطول هيك ومن هيك، فاهمين علي أنتم. لذلك نظفتهم كلياتهم، خليت أكمل معلقة. هون طبعا صار مستوي الأكل. كنت جا على بالي أعمل أوزي. جبت لحمة، وجبت بازلاّ. ما كان عندي بازلاّ مع جزر، لقيت هادي بس. كان في بازلاّ وخضار وما بعرف شو، ما كانش عندي بازلاّ إلا لحالها، ما في بازلاّ مع جزر. مع إنها أطيب هي وبازلاّ وجزر، بس اللي متواجد عملته. طبعًا ولادي مش بالبيت لحتى غزل تناولني، السوق عندنا قريب. بس أنا محجوزة، أنا محجورة في البيت عشان سرينا. لساتني في تنظيفات سرينا. ادعوا لي إن شاء الله هيك، يعني هي مش ادعوا لي، وهيك شجعوني، يعني مثل ما شجعتني أحلام الله يرضى عليها أم محمد. أخدت بنتها، ما أخدتش وقت معاها، ممكن حكت 10 أيام. سرينا حسيت إنه لتنظيفها، حسيت إنه شوية. بعد مكالمة مناية تحياتي حفزتيني امبارح واليوم. فترة المغرب ولليوم الحمد لله إنها هي ماشية معي، سالكة معي يعني. عن جد سالكة معي، انبسطت أنا والله. إنه الموضوع صعب. غزل وعبد الكريم ما بعرف كيف نطفوا أنا، يعني ما أخذ وقت معي مثلها.
ممكن عبد الكريم كان كتير هيك قريب من غزال، وسيرينا قريبة من غزال، لأ مش عشانه قريبة. ما بعرف، هو شكله كل طفل صغير مثل ما بيحكوا له هيك المزاج تبعه. والله كل طفل صغير له المزاج تبعه. أيام بيحكوا لي لأ بنتك مدلليتها لهيك رح تغلبك، المفروض إنها زمان اتنضفت طبعا. بس بنحكي مش مشكلة يعني، آخر العنقود آخر العنقود وتعمل اللي بدها إياه. طبعا حطيت البازيلا وحطيت البهارات، أي بهارات بدك إياها. أنا بحب البابريكا، دايما البابريكا بحطها على الأكل. طبعا كنت جا على بالي أحط فلفل أسمر، بس لإنه سيرينا عندي، تذكرت إنه سيرينا عندي جمال بحب هاد الأكل يكون عليها فلفل، وما بقدر أحط أنا عشان ولادي حتى لو كمية صغيرة. طعمها ببين، يعني بتعرفوا طعم الفلفل الأسود كتير بكون ظاهر. المهم خلصتهم وحطيتهم على جنب هيك. كنت بدي أسكر الطنجرة، بعدين تذكرت إنه لازم أسكب شوي لسيرينا، سكبت لها شوي. وطلعت أطعميها. ما شاء الله يعني هي بتحب هاي الأكلات، وكانت دشرتها يعني تاكل لحالها، ما خلت ولا حبة بازلاّ في الصحن. وحتى اللحمة يعني ما شاء الله ضليتني أراقبها هيك، حطيت الكاميرا صورت شوي أنا، بس ضليتني أراقبها ما شاء الله ما خلتش إشي بالصحن. طبعا أنا صعدتها أكلت معها. طبعا أنا ما عملتش فواصل لأنه أصلا الفيديو صغير. هون أنا كنت قاصة شوية أشياء هيك حابة أعملهم، من ضمنهم فستان لسرينا. آه، كنت ناوي أشتغل أنا اليوم، يعني أكمل الفيديو أو أعمل الفيديو كامل، أو تقريبا بعد الغدا يعني إني أكمل روتيننا، إنه راح أخيط. الإبرة تبعت الماكينة كسفتني وانكسرت. والله إنه بتعرفوا إني أنا كنت بدي أعيط يعني مثل الولاد الصغار. ليش تعملي فيي هيك في عز أنا هيك اليوم هادية وغزل وعبد الكريم من غير شر مش بالبيت، وسيرينا سالكة معاي. على فكرة يعني صح إنه عبد الكريم وغزل مش بالبيت، وسيرينا عندها هدوء فظيع. شكيت إنه هم اللي عاملين لها ضجة، هم اللي مخلينها تضل تصوت. طبعا خلص الفستان هنا وكانت سيرينا تعيط، ما رضت تخليني أصوره مثل العالم. شوفوا إنجازاتي، إن شاء الله بيطلع حلو. عملت كمان شوية أشياء أنا قصيتهم، بس إن شاء الله بس يجي جمال ويجدد لي إبر الماكينة. كان عندي والله بس مش عارفة وينهم. شوف الفستان لسه ضايل طبعا شوية أشياء، بدي أعمل قشاط إله، وبدي أحط شوية وردات فوق احتمال، مش عارفة. هنا طبعا موجدي الله يرضى عليها مرت أخوي صورت لي الأولاد، وأجواء اللي عملت لهم إياه. والله اشتهيت أنا أروح، كانت عاملة كعكة وكانت يعني أبوظة وإيش يعني الأولاد ترفهوا هناك. رح أخليكم مع باقي الفيديو في صوتهم، إن شاء الله بعجبكم. عبد الكريم صار فنان طبل، تفريغ نفسي. غزال متخبية الله أعلم ليش، مش معروف. غزال كأنك زعلانة؟ شو بتعملي؟ مخبية المصاصة؟ يلا وقت الآيس كريم خلاص. الدي جي عبد الكريم. ختمنا نشاط اليوم كعكة، أول مرة بعملها، أخذتها عن الفيس. كانت غنوجة من الصبح تحكي لي بدي كعكة بدي عيد ميلاد، فحبيت أعملها. والولاد طشوا طبعا تيرجعوا باكلوها. عملت لها صوص الشوكولاتة كمان. ريان زاكية صحة وهنا. غنوجة زاكية صحة. غزل شو رأيك؟
عبد الكريم شو رأيك في الكعكة؟ وين الزكية؟ شوي بجزاكي، كل واحد رأيه طبعا. عشان هذا في سوارة. صحة 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 وهنا. صحة وهنا. وجدي راحت عليه، راح الحفلة. طبعا عبد الكريم ضحكني من شوي لأنه حكى مش عاجبني. تزعليش ام وجدي ولا تحطي في بالك على أساس يعني إنها زعلت. أكيد ما زعلتش. بس بحكي عبد الكريم عندي في البيت هيك بحكي لي ماما مش كتير مش كتير يعني مش كتير. باكل الصحن طبعا وبخلصه وبنطفه وبحط لي إياه كمان على الجلي بعد ما ينغسل وهو بيحكي لي مش طيب. هذه عادته دايما. طبعا لأنهم تأخروا. حكيت بتغدى أنا وسرينا، حضرت الغداء، عملت الرز. وجهزت الصحون وعملت غدا لحالي. تغدينا لحالنا، لا احنا افطرنا على فكرة انا وسرينا لحالنا. الصبح كانوا في المركز وبعد ما روحوا راحوا عند دار خالهم. هيك فطورنا وغدانا انا وسرينا لحالنا. طبعا ابوهم بشكل عام ما بروح الا على السبعة 8. في العادة بتغدى بس يروح. وهيك خلينا نحكي انه وصلنا لنهاية الفيديو. ان شاء الله بعجبكم فيديو اليوم. لو اول مرة بتشوفونا وحابين تتابعونا اشتركوا في قناتنا، فعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم كل جديد. ولايكات كتير، وسامحوني على صوتي، كانت حكيت لي مأنس انه صوتك تعبان. هو مش تعبان، انا من كتر ما اكلت بوظة حاسة انه حلقي بوجعني. ان شاء الله بكون صوتي احسن. ان شاء الله بنشوفكم على خير باذن رب العالمين.